ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا القناه ضغطوا على علامه اشتراك، على كلمه اشتراك او كلمه سبسكرايب بالانجليزي. اتمنى تشجعوني في الفيديو ده و حطوا لي لايك واكتبوا لي كومنت، ويلا نشوف هنعمل ايه في الفيديو. طريقتنا النهارده يلا يعني اكله بنشتريها من بره غاليه جدا جدا جدا، هنعملها في البيت باقل مجهود ومش هكلفنا اي حاجه خالص. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل سندوتشات كريب. اوبا، سندوتشات كريب مره واحده. سندوتشات كريب مره واحده. كل اللي هنحتاجه ايه؟ هنحتاج صدر فرخه وحبه حاجات كده، حبشتكنات كده ايه خفاف لوزاز كده، يعني مش ايه، واحده واحده ونشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه جبت كده حله حطيت فيها حبه زيت، وجبت صدر الفرخه قطعته شرايح زي ما انتم شايفين كده اهوت، شرايح رفيعه. و هنحط كده شويه شويه يعني الحبه اللي نقطعهم هنحطهم، ما نحطش الفراخ او اللحمه او اي حاجه زي كده، ما نحطهاش مره واحده على النار. ليه؟ لانها لو حطيناها مره واحده على النار هتجيب ميه وهتعمل ميه معانا، فاحنا مش عايزينها تنزل الميه بتاعتها، عايزينها تبقى تحتفظ بالميه بتاعتها وبالطراوه بتاعتها وتبقى جميله كده. شوحت كل الكميه بتاعتي حبه بحبه. بعد كده هجيب بصلايه حلوه كبيره كده، او بصلتين، تمام، هخرطها طرنشات كده او جوانح زي ما تسموا. عندي بقى فلفل احمر، اخضر، اصفر، حطي براحتك. عامه ده خضار وبيخلي طعمه حلو، وفي نفس ذات الوقت بيكتر الكميه. تمام كده انا خرطت البصلايه وحطيت حبه فلفل اصفر، ما كانش عندي الاحمر ولا اخضر. تمام، هو عادي يعني مش هيفرقوا في الطعم قوي يعني، بس هو كشكل بيدي شكل بس، يعني اصفر واحمر واخضر وابيض كده يعني، فاهمين؟ حطيت حبه توابل بعد ما قلبتهم كويس قوي كده. حطيت حبه توابل، اي توابل عندك بقى. ايه ده كان عندي فلفل اخضر، والله العظيم نسيت. المهم حطيت فلفل اخضر، ما كانش عندي فلفل احمر فعلا. تمام خلاص كده قلبتها و رحت طافيه عليه. بعد حطيت التوابل والملح. عملت بعد كده الكاتشب اللي انا هستخدمه، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. عايزه اقول لكم يعني كيلو طماطم هيعمل معاكي كميه كبيره جدا من الكاتشب. الازازه ديت انا بشتريها ب10 جنيه، بحيث ان انا لو رحت اشتريت ب10 جنيه طماطم وعملتهم كاتشب هعمل كميه كبيره جدا. تمام، انا ما رضيتش احط لكم اللينك الفيديو بتاع الكاتشب مع الفيديو ده، لان كان حوالي يبقى الفيديو 15 دقيقه او اكتر كمان. تمام كده خلاص انا حطيت في الازازه بتاعه الكاتشب، انا يعني كنت شاريها وخلصتها وغسلتها وعملت الكاتشب وحطيتها تاني. كان عندي بقى زيتون من اللي هو بتاع الاكل، وما كانش عندي زيتون اعمل بيه مخلي يعني. تمام، فانا رحت جايبه بتاعه التوم دي كده اهيت، وفيها مكان ان احنا نخلي بيه الزيتون. تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو بخلي بيها الزيتون، وبعد كده همسك الزيتون ايه اقطع شرايح زي اللي جاي من بره بالظبط. تمام تمام كده اهو. بصوا عايزه اقول لكم ان هي البتاعه دي اصلا قعدت عندي كذا سنه، هضحكوا بقى، قعدت عندي كذا سنه ومعرفش دي بتاعت اصلا، واليوم ما عرفت عملت بقى مرتين زيتون واتكسرت. يلا خدت الشر وروحت. بعد كده بقى حضرت قليب بطاطس و اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما قلت البطاطس جبت الجبنه الموتزاريلا بتاعتي فضيتها في حاجه، وحضرت الكاتشب. وكان عندي، مش كان عندي بقى، انا كنت شاريه كيس كريب. الكيس بيجي فيه 6 رغيفة بإني ب20 جنيه. تمام، لو عندي ان شاء الله هعمله لكم. لو انا عندي التصليه بتاعت الكريب دي ان شاء الله باذن الله هنعمله مع بعض. تمام كده انا فضيت الشاورما في حاجه اهيت، وولعت النار وحطيت الجريل بتاعي، وهبدا بقى زي ما انتوا هتشوفوا كده. رحت جايبه الرغيف بتاع الكريب، وزي ما انتوا شايفين كده حطيت عليه حبه جبنه، حطيت عليه حبه شاورما، حبه كده. بصوا يعني نحط كده وايه، ما نستخسرش، احنا كده كده بنجيبه من بره غالي جدا و ما بنشبعش. لا، ففي البيت احنا بنعمل في البيت حاجه تانية خالص طبعا، احلى وانضف، وبنملاها كده وبتبقى جميله. تمام، زي ما قلت لكم انا حطيت الجبنه وحطيت عليها الشاورما وحطيت حبه زيتون وحطيت عليها الكاتشب، وعايزه تحطي بطاطس حطي. تمام كده اهوت. طبعا هي الخطوات معروفه، حبه وحبه وحبه وحبه، وفي الاخر بنرش ايه، حبه كاتشب اهو. يا اخوتي انا هفتح ان شاء الله باذن الله محل. ابني لما بقعد اعمل حاجات زي كده يقول لي افتحي محل يا ماما، اقول له حاضر. والقفله بتاعته سهله جدا، ما فيش اسهل من كده. وكان عندي بقى شوف عارفين انتوا القرطاس اللي هو بيجي فيه الكليب من بره ده،
كان عندي بقى هحطه فيه كده وهظبط الدنيا. كان عندي طاسه تانية بقى، فالمهم ايه حطيتها برضو كده، قلت عشان ايه انجز في الوقت واخلص بسرعه. يعني عايزه اقول لكم والله العظيم، الواحد لما بيعمل حاجه زي كده وبتطلع طعمها حلو بيبقى فخور بنفسه جدا. هتقولي ليه فخورها بنفسك؟ هقولك ان انا بعرف اعمل الحاجه بتاعت بره، وانا بحب اتعلم وبحب يعني ابقى متقنه قوي في الاكل اللي هو الجاهز، عشان ولادي مثلا ما يجيش يقولوا مثلا ايه احنا عايزين اكل من بره. لا، انا بعمل لكم الاكل بتاع بره انضف من بره. معلش يعني احنا مش عارفين هو بتاع بره بيتعمل ازاي. انا بجيب اكل بره من بره ساعات، بجيب كفته وبجيب فراخ، بجيب حواوشي، وبجيب بس مش اللي هو كتير يعني. انا بجيب بس يعني ممكن مثلا وقت زنقه تعبانه في مشوار ماليش مزاج ان انا اعمل اكل كده، بجيب من بره. مش هقول لكم ان انا ما بجيبش، بس لو فاضيه وعندي وقت وعندي الامكانيات ان انا اعمل، فعلى طول انا بعمل. عشان انا بحب الطبيخ اصلا، انا اصلا بحب الطبيخ وبحب اعمل الاكلات اللي هي الجاهزه، وبحب ابتكر، وبحب يعني ايه يعني. انا مش من النوع اللي هو بيحب الطبخ والرز والمحشي، لا. بحب اعمل الكوكي، وبحب اعمل البرجر، وبحب اعمل الكفته، وبحب اعمل الحواوشي، وبحب اعمل البانيه، وبحب اعمل الكريب وسندوتشات الشوي. بحب انا الاكل ده كله بحب اعمله انا في البيت. بصوا المنظر تحفه. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر يعني. بصوا الجبنه يعني الله اكبر تحفه. بس كده بروح حطاه على وش ياخد وشه، واروح قلبيه على الوش التاني. وعايزه اقول لكم العيش مقرمش وجميل جدا، والله العظيم جربوها هتلاقوا الموضوع. يعني احنا عندنا السندوتش بيتباع بطاطس ب20 جنيه، ده قبل الغلا والكلام ده كله كان بيتباع ب20 جنيه. لو هتجيبي بقى مثلا اي حاجة تانية ب25 جنيه. تخيلي بقى لما نكون مثلا احنا 6 مثلا، ونجيب 6 في 25، احسبي انت بقى. لكن الموضوع كله هيبقى مثلا ايه نص كيلو جبنة وصدر فرخة وحبة زيتون وحبة بطاطس وقشطة، حبة طماطم، هنعمل كاتشب وكيس، وهناكل وهنشبع بأقل الإمكانيات. ممكن قولي مثلا الموضوع كله بالكتير قوي 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 هيتكلف له 100 جنيه، بس هناكل وهنشبع، تبقى حاجة نظيفة وحاجة عاملينها بإيدينا وحاجة كده ايه تمام التمام. اهو زي ما انتم شايفين اهوت. يعني حتى عايزه اقولك انكم لو حتى على حاجه المونيا انت هتعمليها، كل الحكايه ان مش هيبقى فيه الخطوط دي مش مشكله ولا يهمنا. كده خلاص انا خلصت كده اهوت، عملت الستة. الست هو الكيس بيبقى فيه 6 رغيفه كريب، تمام. انا عملتهم كده اهوت. كان عندي بقى ايه، بصوا الشكل بذمكم يجوع ولا ما يجوعش؟ يجوع. بصوا كان عندي كده كام رغيف عيش سوري. فالمهم انا كان عندي جبنه وعندي زيتون وعندي شاورما. فالمهم رحت ايه عاملاهم، قلت عشان ايه لو حد حب يكمل. تمام. انا عن نفسي لما باكل السندوتش من ده كده انا خلاص كده قفلت معايا، ببقى شبعت يعني. فالمهم رحت جايباهم ورحت عاملاهم هما كمان، عشان قلت ايه لو زي ما قلت لكم لو حد حب يكمل، او مثلا بالليل مثلا لو فضلوا معمولين وحد حب ياكل منهم بيبقوا جاهزين. انا كده كده ايه واقفه يعني، والموضوع مش متعب خالص والله. حتى لو متعب كفايه ان انا بعمل حاجه لاولادي نظيفه وحاجه بيحبوها، وبيبقوا فخورين بامهم كده، يعني ان هي بتعمل لهم الاكل اللي هو بتاع بره. اهمت انا لفيتهم كده بسرعه بسرعه، كأنك بالظبط بتلفي صباع ورق عنب، بتتني نص الرغيف وبتتني الجنبين وتروحي عامله ايه بترولي كده. بس كده بتحطهم برضو فين في الجريل. تمام. ايه ده في واحد كمان كريب اهو. هو الكيس فيه 7 ولا 6؟ هو ساعات على فكرة بيجي فيه 7 وساعات بيجي فيه 6. المهم مش هنتخانق يعني. المهم ان انا خلصت. الموضوع كله سهل جدا وبسيط جدا وشيق جدا وممتع جدا، ان انت في الاخر كده تعملي كده حاجة من اللي هي الاكل اللي هو بيجي من بره يعني. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، وحطوا لي بقى لايك واكتبوا لي كومنت. اتمنى بقى ان القناة دي ترفع زي القناة بتاعتي اللي اتقفلت قبل كده، زعلانة عليها جدا 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 جدا. واتمنى القناة دي تحصلها، مش ان هي تقفل، لا، ان هي تبقى زي ديكها. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.